من هو أقوى منتخب عربي في التاريخ؟ سؤال قد يبدو غريبا للوهلة الأولى، لكن يا إخوة، نحن نعيش اليوم فترة ذهبية غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم العربية، ولسنا فقط أمام أول نسخة من كأس العالم بنظام 48 منتخبا، بل أمام 7 منتخبات عربية ضمن المتأهلين، وربما يرتفع العدد بتأهل العراق أو الإمارات عبر الملحق القاري. كأس العالم شئنا أم أبينا هو أعظم محفل رياضي على وجه الأرض. إن كان العالم يضم 8 مليارات إنسان، فقرابة مليار مشاهد يتابعون المونديال في كل نسخة، والنهائي الأخير بين فرنسا والأرجنتين شاهده أكثر من 5 مليارات مشاهد. لهذا نحن كعرب نتمنى دائما أن نرى منتخباتنا في هذا المسرح العالمي، والسؤال الكبير هنا: هل نعيش فعلا أفضل فترة في تاريخ المنتخبات العربية؟ عبر عقود ماضية شهدنا أجيالا عربية سيطرت على آسيا وإفريقيا وكتبت أسماءها في السجلات القارية والعالمية، وبعد بحث طويل ودقيق في الأرقام والإنجازات والحقب الزمنية توصلنا إلى قائمة أقوى 8 أجيال في تاريخ الكرة العربية. وحتى نكون منصفين، اخترنا جيلا واحدا فقط من كل منتخب، الجيل الأقوى والأبرز دون تكرار. في المركز الثامن تونس، جيل 2004-2006، نسور قرطاج أصحاب ال7 مشاركات في كأس العالم، والجيل الذي قاد تونس لتحقيق لقبها الإفريقي الوحيد عام 2004. جيل ضم أسماء بارزة مثل دوسان سانتوس، زياد الجزيري، أطرابلسي، بومنيجل، كريم حقي وغيرهم الكثير. شاركوا في مونديال 2006 وقدموا أداء مشرفا، وكانوا قريبين جدا من بلوغ دور 16. في المركز السابع الكويت، جيل 82، أول منتخب عربي في آسيا يصل لكأس العالم، جيل مرعب بقيادة جاسم يعقوب، فيصل الدخيل، سعد الحوطي. حققوا كأس آسيا 1980 وسيطروا على الخليج ب3 بطولات، ويبقى مونديال إسبانيا 82 حاضرا في الذاكرة رغم الظروف والظلم التحكيمي. في المركز السادس قطر، جيل 2019-2024، جيل العصر الحديث، فاز بكأس آسيا 2019 في أقصى نسخة استضافتها الإمارات، ثم عاد وأثبت نفسه وفاز باللقب مجددا في 2024. جيل بقيادة أكرم عفيف، المعز علي، حسن الهيدوس وابو علام. وبعد بداية صعبة في تصفية 2026 عاد العنابي القطري بقوة وتأهل مباشرة دون ملحق. في المركز الخامس العراق، جيل 2006-2007، جيل تاريخي لا ينسى. وسط الحروب والانقسامات وحد هذا المنتخب العراق كله تحت علم واحد، حقق لقب كأس آسيا عام 2007 بفوز على منتخبات عملاقة: أستراليا، كوريا الجنوبية والسعودية في النهائي بهدف يونس محمود. جيل أسطوري يضم نشأة أكرم، هوار ملا محمد، كرار جاسم ونور صبري. إنجازهم القاري كان من الأعظم في تاريخ آسيا. في المركز الرابع السعودية، جيل 94-98، المنتخب الأكثر مشاركة موندياليا عربيا ب7 مرات. جيل 94 كان إعصارا حقيقيا، فاز على بلجيكا بأحد أجمل أهداف كأس العالم عبر سعيد العويران، وتغلب على المغرب وتأهل إلى دور 16 في مشاركته الأولى. كما فاز بكأس الخليج 94 وكأس آسيا 96 وتأهل لمونديال 98. جيل سامي الجابر، العويران، فؤاد أنور والدعيع، جيل لا ينسى. في المركز الثالث مصر، جيل 2006-2010، عملاق قارة إفريقيا التاريخي ب7 ألقاب قارية. الجيل الذهبي بقيادة حسن شحاتة حقق إنجازا لا يتكرر: 3 ألقاب إفريقيا متتالية، وسيطرة مطلقة على القارة في ظل وجود أقوى نجوم إفريقيا تاريخيا: أبو تريكة، عصام الحضري، وائل جمعة، عماد متعب ومحمد زيدان. ورغم عدم التأهل للمونديال،
إلا أن هذا الجيل كان مرعبا على مستوى الأداء والهيمنة. في المركز الثاني الجزائر، جيل 2014-2019، محارب الصحراء ب5 مشاركات في كأس العالم ولقبان قاريان. جيل 82 له احترامه، لكنه لم يصل لما وصل إليه جيل 2014-2019. في مونديال 2014 كان المنتخب الجزائري قادرا على إقصاء ألمانيا بطلة العالم لاحقا لولا تألق الحارس نوير في الوقت الإضافي. جيل محرز، بغداد بونجاح، بلايلي ورايس مبولحي، جيل عاد وتوج بكأس إفريقيا 2019 من قلب القاهرة. أول منتخب عربي وإفريقي يفعلها. تصدر مجموعة تضم كرواتيا وبلجيكا وأقصى إسبانيا والبرتغال، وأحرج فرنسا في نصف النهائي. جيل حي ويضم نجوما في أكبر أندية العالم ويعدنا بالمزيد. وها هي بطولة إفريقيا تقترب، والفرصة ذهبية لصنع التاريخ من جديد. وختاما، كانت هذه قائمتنا، والمساحة الآن لكم في التعليقات. أي منتخب يجب أن يكون في المركز الأول ولماذا؟ النقاش مفتوح